لما تكون الباقة بتاعتك 140 جيجا ومش بتقضيك، تطلب تعلي الباقة ل200 جيجا، فيقولك هتاخد حضرتك ضعف الباقة هدية لمدة 3 شهور. تخش وتحمل وتتفرج وتشاهد وتفتح نت وتخرب الدنيا وتدي الباسورد لقرايبك ولناسك وحبايبك عشان يخشوا معاك على النت. تلاقي نفسك مش قادر تخلص 200 جيجا الأولانيين، وممكن لحد نهاية الشهر تبقى عملت 160 170 180 جيجا. طب 200 جيجا التانيين يا جماعة الهدية؟ لا حضرتك دي راحت عليك خلاص. طب يعني ايه راحت عليا؟ يعني انتوا بتتحكموا ان انا الباقة بتاعتي تخلص بسرعة جدا في وقت ما، ولما تبقى انت مديني ضعف الباقة فالباقة بتاعتي تبقى مكملة وكويسة جدا. طب هقولك الآن أحمن كده، أقولك الآن أحمن كده، إن أنت خدت باقة 200 جيجا دلوقتي بضعف الباقة، وهي 400، واستخدمت منها 160 170، 3 أشهر عدوا وخلصوا، وأنت عايز تعمل 400 جيجا، تعمل باقة 400 جيجا. فأنت هتيجي تعمل باقة 400 جيجا، هتلاقي نفسك إيه؟ 400 جيجا بيخلصوا منك. الله، طب إيه الفرق بين 400 جيجا دول و 400 جيجا دول؟ هنا حضرتك احنا مش عايزينك الباقة تخلص منك عشان تفضل مستمتع معانا وتعلي الباقة بعد كده 250، تاخد 250 أساسي و250 هدية. كل ده شغل شركات، هم اللي متحكمين في سرعة النت، هم اللي متحكمين ان انت ازاي تقدر تزود باقتك عشان هم يستفادوا. لان انت طول ما انت على الباقة الصغيرة فانت مش مفيدهم بحاجة. طبعا دفع الفواتير الأرضي أجمل ميزة في تطبيق وي. ليه بتقولي الكلام ده؟ لأن الفواتير الأرضي لما تدفع في وي ما بتدفعش عليها أي فلوس زيادة، بخلاف لما تدفعها على فوري أو تدفعها في أي شركة تانية. وي باي تجربة سيئة جدا مع وي باي، في مشاكل في الدعم الفني، في مشاكل في تنفيذ الأمر أو الأوردر أو الدفع بسرعة. تبديل الشريحة اي سيم، تقدر عن طريق التطبيق تشتري شريحة وتاخد الباركود عن طريق الفيزا. طبعا الاي سيم في مصر كلها يعني سرقة في سرقة. ليه بتقول كده سرقة في سرقة؟ لان انت عشان تبقى في اي دولة في العالم بيبقى معاك باركود الاي سيم بتاعتك، تقدر لو تليفونك اتكسر باظ حصل له اي حاجة تقدر تصور الباركود على تليفون تاني وتستخدم في نفس اليوم التليفون عادي جدا، سواء معاك بقى رصيد داتا اي حاجة هتقدر تستخدمها. لكن عندنا في مصر الاي سيم بتستخدم لمرة واحدة فقط، الباركود يستخدم مرة واحدة فقط. طب انا تليفوني يا جماعة ايفون واتكسر، او الشاشة مظلمة او مش شايف حاجة او مش عارف ازاي اتكلم او اتواصل او كده، حضرتك لا، كده حضرتك لازم تشتري شريحة اي سيم 350 جنيه تاني عشان تقدر تكلم حد. فنصيحة مني أي حد عنده تطبيق وي أو اتصالات وي أو اللي هو الإنترنت المنزلي من وي، حاول يغير على شبكات تانية أو يبقى عنده شبكتين، لأن هو طول ما هو عنده شبكتين فهتلاقيه في تنافس، وهتقدر تفصل شبكة خالص وتسيبها وما تسألش فيها لمدة شهر واتنين، فيجيلك عروض كويسة لأن انت عندك خط تاني اوريدي، أو ان انت تقبل بقى بالأمر الواقع والباقة تخلص منك وتدفع تمن الباقة 3 مرات في الشهر عشان تكمل معاك. لما كنتش عارف أي حاجة عن التطبيق وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان أقولك الجديد ومميز في عالم التطبيقات.